في ناس لما بتكذب مش بتعرفك بكلامها، لكن جسمها، نبرة صوتها، طريقة ردها بتفضحها من غير ما تقصد. النهاردة هنفهم مع بعض ازاي تعرف ان اللي قدامك بيكذب بشكل علمي ومن غير ما نصدم حد. قبل ما نبدأ، المهم تعرف ان مفيش علامة واحدة بتقول 100% ان الشخص ده بيكذب، بس مجموعة علامات لو اتجمعت بتدي الصورة واضحة. في شوية إشارات الجسد بتبين الكذب. لما الشخص بيكذب يبقى خايف يتكشف، والجسم ساعات بيعبر عن الخوف أكتر من الكلام. أول إشارة لغة الجسد المتوترة، زي تحريك القدمين كتير أو فرك الإيدين أو لمس طرف الأنف أو الشفايف، شد الشفايف على بعض. الحركات دي بيعملها المخ لا إرادي وقت التوتر. تاني إشارة عدم تطابق الكلام مع تعبير الوش. مثال توضيحي بيقولك لا لا أنا مش زعلان وهو أصلا مكشر. تالت إشارة العين مش دايما هي المفتاح. الشخص بيقول الكذب بيهرب من العين، بس الحقيقة إن بعض الكذابين بيبصوا بزيادة عشان يثبتوا نفسهم، فهي علامة مش هروب، هي علامة هي نظرة مش طبيعية، يا زيادة قوي يا نقص قوي. كمان في إشارات في الكلام ممكن نبين الكذب منها. الكلام نفسه ساعات بيكشف الشخص حتى لو حافظ الكذبة كويس. أول إشارة تفاصيل زيادة عن اللزوم. الكذاب ساعات بيفصل في حتت مش محتاجة عشان يقنعك. تاني إشارة تغيير نبرة الصوت. الصوت بيعلى أو يوطى بشكل ملحوظ لأن الجسم دخل في ضغط. تالت إشارة تكرار الكلام، يكرر الجملة كذا مرة، بيقول أنا ما قلتش، والله ما قلتش. التكرار دليل إن بيحاول يثبت الكذبة دي نفسه قبل ما يثبتها ليك. رابع إشارة إجابات بطيئة أو سريعة جدا. لو الرد بطيء قوي هو بيألف، ولو الرد سريع قوي مجهز الكذبة. في سلوك عام وده بيكون أهم من العلامات الصغيرة دي. في سؤال مهم، الشخص ده طبيعته إيه؟ لأن أي علامة لوحدها ملهاش معنى، لكن لو الشخص كل مرة يتحشر في زاوية يغير الموضوع. لما تسأليه على حاجة مهمة يتعصب بسرعة، مش بيجاوب إجابة مباشرة، بيحاول يرمي اللوم عليكي، أو قصته دايما فيها تناقضات، ساعتها الصورة بتبان. طب إزاي أتأكد يا دكتور من غير ما أدخل في الظلم؟ لو شك إن في حد بيكذب مش لازم مواجهة مباشرة. جربي اسألي السؤال بطريقة مختلفة في وقت مختلف. اسمعي القصة مرة تانية وشوفي هل التفاصيل ثابتة. ركزي في رد فعله مش في كلامه. لو القصة مش منطقية ثقي في إحساسك، لأن الإحساس ساعات بيحل اللغز قبل العقل. الخلاصة الكذب مش بس جملة، الكذب حالة وبيسيب أثر في طريقة الكلام، الصوت والجسد والتركيز. وأهم نقطة لو حد بتكرري معاه نفس العلامات ده مش كذب مرة، ده نمط. وساعتها السؤال مش هو بيكذب ليه، السؤال الحقيقي هو أنا ليه مكملة مع حد مش صادق. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.